يا هلا بكل متابعينا على اليوتيوب. النهاردة رحلتنا التحليلية العميقة في نص إزاي تدرس خطيبتك الجزء الخامس. وقبل ما نبدأ طلب سريع كده، يا ريت تدعموا المحتوى ده وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان نقدر نكمل التحليلات دي. أهلا بيك وبكل المتابعين. بص، النهاردة إحنا عندنا مهمة تقيلة شوية. إحنا هنفكك مفاهيم مغلوطة كتير قوي عند الشباب وهم بيختاروا شريكة حياتهم، بالذات اللي بيفهموا التوجيه النبوي بشكل سطحي جدا. اللي هو الفهم السطحي لحديث تنكح المرأة لأربع، صح؟ بالظبط كده. الشباب بيمسكوا في النظرة الشرعية من زاوية الجمال الخارجي بس، يعني بينسوا لمالها وحسبها ودينها، وبيركزوا على الشكل لدرجة إنهم بيتجاهلوا التوجيه الأساسي: فاظفر بذات الدين. وده بيفكرني بمثال. يعني تخيل تشتري عربية فخمة جدا ولونها بيلمع ويخطف العين، بس تيجي تطلع بيها على الطريق السريع تكتشف إن الموتور متهالك. أيوة، صح جدا التشبيه ده. الانبهار بالشكل بيعمل ناس عن الأساس اللي بيبني بيت حقيقي. عشان كده النبي ركز على ذات الدين. بس هنا برضو بيحصل مطب تاني خالص. مطب إيه؟ طب لو افترضنا إن الشاب ركز على الموتور أو الدين وتجاهل القشور، هل كده خلاص المعادلة اتحلت؟ يعني لو هي متدينة جدا، ليه النص بيحذرنا من تجاه العنصر الحسب؟ لأن الدين لوحده مش بيعزل الإنسان عن بيئته. الحسب في سياقنا المعاصر مش معناه بس فلوس أو مكانة اجتماعية. الحسب يعني العيلة والأهل والبيئة اللي البنت اتربت فيها. أيوة، يعني مش البنت لوحدها. بالظبط، النص بيضرب مثال قوي جدا وواقعي. انت ممكن تختار بنت متدينة فعلا بس تتجاهل عيلتها تماما، فتتفاجئ بعد الجواز إن عندها مثلا خالة نشزة أو بيئة مفككة. ياه، خالة نشزة؟ طب استني، ممكن حد هنا يجادل ويقولك أنا هتجوز البنت مش هتجوز خالتها، يعني إيه العلاقة؟ ما هي دي الخدعة بقى. انت مش بتتجوز شخص واحد، انت بتناسب عيلة. النص بيفكرنا بحديث الخالة بمنزلة الأم، يعني ولادك بعدين هيتربوا وهيحتكوا بالبيئة دي بشكل لا إرادي. أيوة فهمت. يعني إحنا فعليا بناكل معاهم عيش وملح والولاد بيشربوا من نفس الطباع دي. أكيد طبعا. فلو فصلت تدين البنت عن بيئتها، انت كده بتبني على أساس ناقص، قصر نظر حقيقي. طب ده بياخدنا لنقطة تانية أعمق في تفكير الشباب اللي بيفهموا إن الدين مهم، تلاقي سقف طموحهم ضرب في السماء. يعني يدور على طالبة علم شرعي متعمقة عشان هي اللي تاخد بإيده وتنقذه. دي بقى من أخطر الأوهام اللي النص بيفكها. الشاب هنا بدل ما يتحمل مسؤوليته بيحاول يتهرب ويدور على حد ينقذه، وده عكس الفطرة وعكس القرآن اللي بيقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني هو بيحاول يستورد حد يقوم بدوره في البيت. ده احنا كده مش بنأسس بيت، احنا بنفتح مجمع للغة العربية وضرب خوص إسلامية بقى. فعلا، مفارقة عجيبة. الاعتماد الكلي على الزوجة عشان تقود الراجل في الدين فكرة فاشلة جدا. النص حتى بيشير لواقع ملموس. طبيعة الستات الفسيولوجية بتخليهم يمروا بأيام ما بيصلوش فيها أصلا. أيوة صح، دي نقطة عملية جدا غايبة عن ناس كتير. فهتعتمد عليها إزاي كمرساه وهيدة للدين في البيت؟ الزواج محتاج زوجة فاهمة دورها العملي، فاهمة مبدأ الرجل سيد أهله، مش واحدة تقعد تجادلك في الأسانيد وتضيع حقوق الزوج الأساسية. يعني المشكلة إن التنظير الزايد بيخلق صراعات عقيمة، بدل ما البيت يكون سكن بيتحول لساحة جدال. بالظبط كده. الزواج مش مثاليات خيالية بتنهار عند أول اختبار. ده توازن بين الدين الواعي والعيلة الصالحة وفهم حقيقي للأدوار. كلام في الجون. وعشان الصورة تكمل، بنفكر متابعينا إنهم ضروري يشوفوا باقي حلقات سلسلة إزاي تدرسي خطيبتك، وكمان السلاسل التانية المرتبطة على القناة زي إزاي تدرسي خطيبك وسلسلة قطوف حول الخطبة. أيوة، دي كلها حلقات بتكمل بعض. وطبعا النقاش ما بيكملش من غير تفاعلكم، فشاركونا في التعليقات. في رأيكم إيه هي أهم صفة عملية لازم تتوفر في شريك الحياة بعيداً عن المثاليات والتنظير؟ سؤال مهم جدا، هستنى أقرأ إجاباتكم عليه. وخليني أختم بسؤال تاني للتأمل كده. لو إحنا طول الوقت بندور على شريكة معصومة ومثالية عشان تصلح حالنا، إيه هو دورنا إحنا الحقيقي كقوامين في بناء الأسرة دي؟ فكروا فيها.